السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبخة جديدة على قد الايد. طبعا الجو برد والدنيا بتشتي، فعايزين حاجة تدفينا. يبقى الراعي الرسمي بتاع الشتاء بتاعنا اللي هو ايه؟ اجمل طبق عدس هتاكليه في حياتك. لو لسه بتسلقيه انا هخليكي تشوحيه. تعالي جربيه على طريقتي، هيعجبك قوي، خطير. معايا هنا 3 بصلات متقطعين، 3 طماطمات، 2 جزرايه، 2 بطاطايه. معايا هنا التوم هقطعه شرايح وهشوحه شويه في الزيت لحد ما ريحته تبدا تطلع. هنشوحه تشويحه صغيره، وهنعمل كل الخضار بنفس الطريقه. جربوه يا جماعه، متشوح هيفرق معاكي كتير في طعمه. هتحسي كده ان انت بتشربي شويه عدس ملهمش حل. هننزل بالبصل معايا كده، وهنديله تشويحتين 3 مع بعض كده لحد ما يغير لون ويدبل معايا. انا عايزه اسوي الخضار ده سوا كامل قبل ما احط عليه العدس. هسويه خالص، هشوحه كويس وهتبله بتوابلنا، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. الجو فعلا محتاج لطبق العدس ده، لا غنى عنه. ما هو مفيش حاجه تدفينا في الشتاء الا العدس. ويا محلاهي الشتاء واكلات الشتاء يا جماعه، بصراحه الشتاء ده الاكل بيبقى ليه طعم تاني خالص. هننزل هنا بالطماطم، برضو هنشوحها تشويحه حلوه لحد ما تدبل خالص معانا. زي ما انتم شايفين كده هننزل ببقيه الخضار، بالجزر والبطاطس. بتحط بطاطس على العدس يا ام مازن؟ ايوه بحط بطاطس، بتفرق معايا في طعم العدس جدا. وكله بروتين وكله حاجات فيها غذاء تحفه بصراحه. اعملوه على الطريقه دي هتعجبكم قوي. هنشوح هنا البصل والطماطم وننزل ببقيه الخضار اللي معانا. انا عايزه الخضار يكون متشوح كويس، مستوي. هننزل بالجزر والبطاطس وكده يبقى الخضار اللي معايا كله نزلت بيه. هبدأ بقى اتبله. هتتبلي بايه يا ام مازن؟ هنتبل بالتوابل بتاعتنا اللي هي ايه؟ هننزل بشوية كمون، وشوية فلفل اسود، وكزبرة ناشفة، بابريكا، معلقة كاري، ومعلقة كركم. الكركم ليه؟ عشان يدوني اللون الاصفر الحلو. وكده يبقى توابلنا كلها تمام. طبعا ما تكتريش ملح، يعني انزلي بحاجه بسيطه من الملح، لان انت حاطه مكعبين ماجي. وبعد ما تسوي العدس دوقيه، لو محتاج لسه ملح كملي بقيه الملح بتاعك اللي انت عايزاه. الحدق بتاعه مظبوط خلاص، لان هنا الماجي بيبقى فيه ملح واحنا منزلين مكعبين، فما تكتريش ملح وانت بتحطي مع التوابل. هنا انا حطيت كل التوابل بتاعتي، هديلها تقلبتين 3 كده مع الخضار، واسيب الخضار بتاعي بقى يستوي تماما. انا عايزاه يتشوح تشويحتين 3 كده يعني 3/4 سوا. وانزل عليه بالعدس. عند العدس مغسول كويس ومتصفي. هنا الخضار كان استوى نص سوا. هنزل بباقي العدس، ربع كيلو مغسول كويس ومتصفي. هقلبه شوية مع الخضار، وهنزل بمية سخنة من الكتل، واسيبه يغلي غلوتين 3 مع بعض لحد ما العدس بتاعي يستوي. وكده يبقى العدس 100 100. هنعمل بقى ايه دلوقتي واحنا العدس كده على ما يستوي؟ هنعمل المقبلات اللي جنب العدس كده تمام. هنغطيه بقى ونسيبه. تعالوا بقى نعمل المقبلات بتاعه العدس بتاعنا. معانا خبز هنقطعه كده مكعبات ونحمره في الزيت، ومعانا شوية بصل او 3 بصلات هنقطعهم حلقات برضو ونحمرهم في الزيت. هنحمر الخبز بتاعنا. عايزة بقى انت تاكلي العدس تعملي له فتة عدس بقى بالخبز ده، انت حرة براحتك. اكلات العدس بصراحة كتير يا جماعة. عايزة تعملي شوية شعرية بقى وتسقطيهم في العدس وتاكليهم يا محلاه. بصراحة هي أكلة لا غنى عنها في الجو اللي احنا فيه ده. هنا كنا قطعنا شوية الخبز، وهنقطع البصل بتاعنا حلقات.
عشان نحمره في الزيت. هنا هنحط ايه على البصل بتاعنا كالمعتاد لما بنيجي نعمل بصل، هنحط عليه معلقة نشا عشان يديني القرمشة الجميلة اللي احنا بنحبها في البصل. جربوه واعملوه بالطريقة دي وقوليلي رأيك فيه، صدقيني تحفة. مش هتعتمد الطريقة دي كل ما تيجي تعملي العدس، مختلف جدا عن ما بتسلقيه. هنفكك كده البصل من بعضه كده. العدس كان معايا تمام، استوى والخضار استوى كده مية مية. لا تضربيه في الخلاط، لا اما لو في هاند بلندر اضربيه في قلب الحله زي ما هو كده بالهاند بلندر. انا هضربه في الخلاط. هنا معايا طاسه فيها شويه زيت، هحمر فيها شويه البصل اللي معايا، وبعد كده في نفس الطاسه هنحمر الخبز فيها. نزلت بالبصل اللي معايا كله لحد ما يتحمر كويس. هطلع بقى البصل بعد ما اتحمر كده، وهنزل في نفس الطاسه بالخبز بتاعي لحد برضو ما يتحمر كويس، وكده يبقى تمام قوي. هنا الخبز كان اتحمر وخد لون كويس، هنطلعه بقى. شوفوا العدس هنا تحفة، قوامه حلو ولونه جميل. شوفوا الكركم مديله لون حلو ازاي. انا بحب ادلع العدس بقى كده واديله تيست تاني رهيب. لازم احط له معلقتين زبدة بلدي، بيخلوا طعم العدس في حتة تانية خالص. جربوه وقولوا لي رأيكم فيه. هيدوبوا كده في العدس وكده يبقى تمام. بألف هنا للي هياكل. تعالوا بقى نغرف شوية العدس بتوعنا بالمقبلات الجميلة بتاعتنا. شوفوا هنا كنا طلعنا الخبز بتاعنا المتحمص والبصل المقرمش الجميل، وقطعنا بقى بصلاية كده لزوم الأكلة، وحطينا عليها شوية شطة وعصرة ليمونة وشوية ملح، ونغرف بقى شوية العدس بتوعنا. عايزة بقى تعملي فتة عدس وتحط الخبز على عدس، اوكي. عايزة تاكليه برز براحتك، عايزة تشربيه بس كده وتدفي، المهم ان هو هيتاكل بأي طريقة. الطبق ده لا غنى عنه. وبألف هنا والشفا للي هياكل، وربنا يديمها نعمة علينا يا رب. ودايما كده كل حاجة تبقى على قد ايدينا. لو كملت الفيديو للآخر ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، واشوفكم في فيديو جديد على قد الايد برضو من مطبخ بسمة وليد.